السلام عليكم. اليوم باش نشوفوا اشقال الصحافه الفرنسيه في اصابه اشرف حكيمي. نتمنوا ليه الشفاء العاجل، ما نطولش عليكم ونخليكم مع هيرفي، بخصوص دموع أشرف حكيمي، أنتم تتابعون كأس الأمم الأفريقية، ولا أحد يعرف بعد مدى خطورة إصابته، حتى هو نفسه لا يعرف. لكنكم ربطتم بين دموعه وهذا الحدث القادم. ستقام كأس الأمم الأفريقية في المغرب في ديسمبر ويناير. وأنا مقتنع أنه في تلك اللحظة قال في نفسه: ربما حلمي ينهار. أنتم لا تدركون ماذا يعني لأشرف حكيمي أن يشارك في كأس إفريقيا على أرضه. إنه القائد هناك، بطل قومي بكل معنى الكلمة. عندما تذهب إلى هناك، اللاعب الوحيد الذي ترى صوره في الإعلانات هو أشرف حكيمي. إنه رمز حقيقي، ولذلك في تلك اللحظة ربما شعر أن هناك تساؤلا حول مستقبله القريب. ربما الألم ليس هو ما جعله يبكي، بل فكرة أن عالمه ينهار بطريقة ما. نأمل أن يتمكن من المشاركة في كأس إفريقيا مع المغرب. جيوفاني كاستالدي: لدينا أولى النتائج. لويس إنريكي تحدث في المؤتمر الصحفي وقال أن الفحص الكامل سيكون غدا صباحا، وسيجرى له تصوير بالرنين المغناطيسي. أشرف حكيمي، لكنها في الوقت نفسه معجزة. الآن ستفهم لماذا. سنحللها لأنها مثيرة جدا للاهتمام. قاد أرس الكرة ودخل لويس دياز من الخلف، مطبقا عليه ما يعرف بالمقص، ومع سوء الحظ كما ترون علق كاخل حكيمي بساق لويس دياز. كل وزن اللاعب سقط على الكاحل مطوي بالكامل، مما جعل المنطقة الداخلية للكاحل تتمدد أكثر مما ينبغي. تماما كما ترون، كانت الإصابة خطيرة جدا لدرجة أنه لم يستطع المشي. والآن نأتي للمعجزة. ما الذي يوجد في هذه المنطقة، خصوصا الأربطة، والتي إذا تمددت كما في هذه الحركة قد تتمزق؟ هذه الأربطة لها اسم غريب جدا، أربطة دلتويدية، نسبة لشكلها المشابه لحرف دلتا. تربط عظمة الساق الذنبوب بالعظام المختلفة للقدم، محافظة على المنطقة الداخلية للكاحل. وليس هذا فقط، بل تمر أيضا بعض العضلات والتي تتأثر كذلك بالإصابة. فعلى الرغم من أن الحركة تبدو درامية جدا، لم يتم كسر أي عظم. وبانتظار التأكيد، ما تم الإبلاغ عنه هو أنها التواء شديد في الأربطة التي ذكرتها، ومبدئيا مدة الغياب ستكون بين 6 و10 أسابيع. وأنت ما رأيك في هذه الإصابة؟ هل سيتمكن من المشاركة في كأس إفريقيا؟ لا، اللعنة! حكيمي يتألم. لا يا إلهي، أنه يبكي. حكيمي يبكي لأنه يعتقد أنه سيفوت البطولة. يا اللعنة! هل هذه مزحة؟ هل هذه مزحة؟ هل هذه مزحة؟ يا إلهي، حكيمي يبكي، كاحله انقلب. لويزيا كفى. يا شباب، حكيمي يبكي الآن. إنه يفكر في الكان، أقولها لكم الآن. يفكر في الكان يا شباب، يفكر في الكان. حكيمي يبكي ممدد على الأرض، يده على رأسه، يبكي بحرقة كما لم يبكي من قبل. يا اللعنة! والحكم يرفع البطاقة الصفراء. يا لك من متشرد كبير، يا متشرد قبيح الوجه، وجهك مثل شنايدرلين المتشرد. اللعنة! لقد أصابوا حكيمي. يا إلهي يا شباب، حكيمي يبكي. اللعنة! هذا غير ممكن، غير ممكن يا أخي. وها هو يجب أن يخرج مع ويليام باتشو، يخرجان معا متساندين ذراعا بذراع. انتهى الأمر يا شباب المغالبة. حكيم انتهى بالنسبة للكان يا شباب، لا يستطيع حتى أن يضع قدمه على الأرض. انتهى الأمر، انتهى. لا يستطيع حتى أن يضع قدمه، لا يستطيع أن يضعها.